السلام عليكم. حاسس اني بدأت اخد على الموضوع شوية. آه بس ما علينا. يعني برو عاد الفيديو، عاد بداية الفيديو لتالت مرة، عشان لسه عنده رهاب اجتماعي ومش عارف يقول ايه في اول الفيديو يعني. فقشطة يعني. آه كنت بجري من شوية. نزلت كنت بجري. ف انا عموما عندي عادة يومية ان انا بجري يعني عموما، سواء بتمرن في الجيم مش بتمرن في الجيم. يعني الجري بشكل ما كان حاجة ثابتة. الايام اللي فاتت كان عندي امتحانات، فكنت موقف جري غالبا، ما كنتش بجري بقالي فترة ثانية كده. ف فرجعت النهاردة كده. بطلوع الروح نزلت جريت يعني. فبعد ما خلصت كده جه في بالي سؤال يعني. آه، هو مش الجري ده حاجة، يعني حاجة انت عارف ان هي كويسة؟ آه ليه ما بتنزلش تجري كل يوم؟ بعدين جه في بالي سؤال عموما. هو احنا ليه، مع ان احنا عارفين ان ليه مع ان احنا عارفين دايما الحاجة الصح، بس دايما بنأجلها ومش بنعملها يعني؟ ليه مش انا مثلا كيوسف، انا عموما يعني انا عموما مش بنصح ومش بدي، يعني مش بدي تعليمات واللي هو انا فاهم ولا حاجه، لا انا بيطلع في دماغي سؤال، يعني قررت بدل ما افضل حشره في دماغي ان انا اطلعه في الفيديوهات بس يعني. فليه مع ان احنا دايما عارفين الصح آه بس دايما مش بنعمله وبنأجله؟ آه يعني مش عارف بصراحة، بشكل ما عنديش إجابة صريحة يعني. بس قلت ممكن أفتح فيديو أفكر يعني، ولو طلع كويس ممكن ينزل. آه عموما عموما في ناس دايما بتكون مجتهدة، في ناس دايما بتبقى عندها البوتنشال أو اللي هو الرغبة الشديدة في إن هي تعمل الحاجة، بس هي دايما مش بتعملها يعني. وأنا من الناس دي يعني عموما. أنا عايز أعمل حاجات كتير في حياتي بس بأجلها. فليه بنأجلها؟ آه بصراحة يعني لو حاولت أطلع إجابة من دماغي دلوقتي، يعني هل أنا بعمل كده عشان أنا كسلان، عشان أنا عندي كسل؟ آه بصراحة ما أتوقعش، ما أعتقدش إن أنا كسلان بشكل ما. ليه؟ الكسل بشكل ما، لو أنا عندي كسل في حاجة يعني، لو أنا كسلان فأنا هكون كسلان في كل حاجة يعني. يعني انا مثلا ممكن عادي اديني نزلت اصور فيديو، بس انا صعب عليا مثلا امسك محاضرة واذاكرها كويس يعني. انا انزل اجري، انزل اروح الجيم، بس صعب علينا. في ناس كتير بتنزل تروح الجيم بس هو صعب عليه ان هو يذاكر مثلا. في العكس، في واحد مثلا تلاقيه يقعد على الكتاب كتير بس صعب عليه ان هو ينزل الجيم. ف عشان كده مش بحس ان هو كسل بشكل عام. مش معنى كده ان احنا مش بنكسل احنا، بس انت هتلاحظ اني اللي هو انت يعني يوسف. آه، يوسف بيكسل في اوقات معينه، يعني ممكن ياخد يوم كامل هو بيكسل او هو كسلان بسبب دخول الشتاء ده. مش عارف فيه ايه يعني بصراحه، ما مش بعرف اقوم من السرير يعني، وعندي محاضرات الساعه 8 الصبح ومش عارف يعني. ف الكسل دي حاله عامه يعني. بس التأجيل بشكل ما يعني، او اللي هو بيقولوا عليه الايام دي في الناس عموما بيقولوا عليه تسويف. آه يعني هو حاجه. ليه يوسف بيأجل؟ عشان يوسف بيهرب. هو ليه يوسف بيهرب اساسا؟ آه عشان يوسف عشان يوسف خايف. هنرجع للفيديو اللي فات يعني. بس لا يعني، يعني يوسف بيهرب. فممكن التأجيل ك ك ك ك لو احنا هنقسمه، فممكن نعتبره انه في احيان كتير التأجيل ده بيبقى هروب. و... وبرضه يعني عشان ما نظلمش التأجيل معانا. التأجيل ده هو أساس حاجات كتير مهمة. يعني إيه؟ يعني أساس مثلا التقسيم الأولويات في حياتنا. أساس تقسيم الأولويات في حياتنا بيكون بيكون يعني نوع كويس أو شكل كويس من أشكال التأجيل. ف... فدي الفكرة. طب
يعني التأجيل كويس ولا وحش؟ بصراحة مش عارف يعني، على حسب بتستخدمه فين يعني، فاهمني؟ انت بتستخدمه عشان تهرب، ولا بتستخدمه عشان آه، تستخدمه صح، يعني بتحمي نفسك من مواقف غلط. ممكن احيانا انا اجل حاجه اقل اهميه على حساب حاجه اكثر اهميه. آه، بس طيب يعني التأجيل هي الفكرة، التأجيل في حد ذاته كويس، بس الفكرة في الاستخدام المشوه للتأجيل. احنا بنستخدمه بشكل مشوه، احنا بنستخدمه عشان نهرب. برضه بنهرب ليه؟ آه، هتلاقينا دايما بنهرب من حاجات زي، انا كيوسف مثلا بهرب دايما من الحاجات اللي فيها تقييم ليا، الحاجات اللي انا بتحط فيها قدام الناس عشان تقيمني، عشان تحكم عليا. ان انا مثلا ان انا مثلا ادخل اذاكر، فادخل مثلا احل اسئله معينه، فاكتشف ان انا مش مش شاطر، اكتشف ان انا مش كفايه، اكتشف ان انا قليل مثلا. فمثلا ممكن ااجل مثلا ان انا اقعد مع اشخاص معينين، عشان الناس دي هم ب- بيحسسوني ان انا قليل مثلا. لا لا، هو ده بيحصل يعني. انا ممكن ادي في دماغي دلوقتي انا حاطط اسماء معينه انا مش بحب اقعد معاها ببساطه، عشان هي بس بتحسسني ان انا قليل. فالمشاعر الصعبه بتحسسني بالالم. ف... فاحنا كده بنهرب من الالم. ففي شعور معين بيحسسنا بالالم، فبنهرب منه. احنا لو كان في بوست على الفيسبوك. انا لسه فاكره البوست ده، ممكن اكون شفته مثلا من سنتين ولا حاجه. كان بيقول دايما ان البني ادم دايما بيبقى ناجح في المكان اللي بيكون متقدر فيه. يعني في المكان اللي بينال فيه التقدير وبينال فيه الاحترام، هتلاقيه بيبذل اكتر مما تتوقع منه. آه، آه، ممكن يا اسطى ان حاجه زي كده كانت آه، ممكن حاجه زي كده كانت ايه، كانت محور اساسي بالنسبه لي. مثلا انا في ثانويه عامه مثلا، انا في ثانويه عامه لما كنت بروح الدروس كنت بحل كويس، فالمدرسين كانوا دايما يعني بيدوني كده موتيفيشن. فكنت بشتغل، كنت بجري حرفيا في ثالثه ثانوي. ممكن ده بعد الكليه عندي اختفى. في حاجات معينه انا باخد منها التقدير، زي مثلا ان انا لما بنزل الجيم فجسمي بشكل ما بقى احسن، ناس كتير بتقول لي جسمك حلو مثلا. فدي حاجه بتخليني احس كده اني لا، انا كويس، انا قشطه، فاهمني؟ ف... فمن هنا من هنا الفكره يعني، آه... من هنا انا ممكن اسالك يا صديقي يعني، الحاجه اللي انت بتعملها دلوقتي، هل هل آه... انا اتلخبطت بس قشطه، مش غالبا مش هقصها. السؤال يعني اللي كنت عايز اساله، هل لو في حاجه انت دلوقتي مأجلها، هل انت مأجلها بغرض ان انت بتحمي نفسك من حاجه سيئه، او انت بتحاول تاخد القرار الصح، ولا انت بتأجل بس عشان تهرب من مشاعر مؤلمه؟ قلبها في دماغك وشوف.